السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أطباق وأذواق للطبخ. مع ليلى، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وكيف العادة وضمن سلسلة رمضان غادي نقترح لكم مجموعة ديال الوصفات للإفطار. غادي نحضروا فطائر مالحة بعجين اللي قطني وبدون دلك، كذلك طاغط بكريمة البخاليني والتفاح مع مشروب أو عصير ليمونادة طبيعي مع مكون عطاه لذة وانتعاشة، وسلطة خفيفة وسريعة. بقاو معايا نشوفوا الطريقة ديال التحضير ومع المقادير. نبداو على بركة الله بتحضير العجين القطني اللي غادي نحضروا به الفطائر مالحة. في اناء غادي نوضع 2 معالق كبار ديال الياغورت مسوس، تقريبا نصف علبه. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونسم العجين بالبصل البودره تقريبا معلقه صغيره. غادي نضيف عليهم كاس ديال الماء الدافئ، غادي نخلطوا جيدا مع الياغورت حتى كيذوب تماما مع الماء. غادي نعطيكم القياس بالكاس ديال العنبه. ملي كيذوب الياغورت مع الماء غادي نضيف عليهم معلقه مع مرش من الخميره ديال الخبز، لان الجو دافي دابا شويه. وغادي نزيد عليهم 4 كاس ديال الزيت. نخلط الخميره مع الحليب، وغادي نضيف عليهم نصف كاس ديال دقيق الفرص او الدقيق الابيض. استعملت دقيق خاص بالحلويات. ودائما القياس بالكاس ديال العنبه، يعني الكاس اللي كنملؤوا به السوائل هو اللي كنملؤوا به الدقيق او النواشف. غادي نخلط جيدا هذاك الدقيق مع السوائل، ونغطي على الاناء ونخليه لمده 10 دقائق حتى كتفاعل الخميره وكتخمر واحد شويه. من بعد غادي نضيف هاد المكونات الاخرى. غادي نزيد كاس اخر ديال الدقيق، وغادي نزيد الملحه ومعلقه صغيره ديال الخل عفوا. بالنسبه للخل والملحه ما كنضيفهمش في الاول مع الخميره، يعني حتى كان المرحله الثانيه. ملي كندير داك الكاس ديال الدقيق غادي نبدا نخلط بيدي بحال هكا. ممكن نديرو الطراب اليدوي لان العجينه كتكون باقا خفيفه شويه. هاد العجين ما غاديش نحتاجو ندلكوه، فقط غادي نجمعو الدقيق مع السوائل. ضفت الكاس الثاني وغادي نخلط بحال هكذا غير كيتشربوا الدقيق، او عفوا غير كيتشرب الدقيق السوائل. غادي نضيف الكاس الاخر. هنا الكاس الثالث ما درتوش دفعه واحده، درتو شويه بشويه، وكنخلط باش هكذا العجين كيتشرب لي داك الكميه الاخرى ديال الدقيق. بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال العجين، فهي خدات لي 3 ديال الكيسان ونصف من الدقيق الابيض. الكاس ما كنعمروش بزاف، يعني غير كيكون الكاس ممسوح غير الحد. وكذلك ما كنضغطش على الدقيق فاش كنملأ الكاس. صافي غادي نخلطها. هنا درت الكاس الثالث كامل. غادي نجمع العجينه باش تشرب لي داك الكميه كلها. غنحصلوا على قوام بهذا الشكل. العجينه ما خصهاش تكون خفيفه بحال البغيوش، تكون كتلصق واحد شويه ولكن متماسكه ورطبه. نغطيها ونخليها كتختمر، وفي نفس الوقت غادي نبدا نحضر الحشوه. غادي نحتاج ليها حبه كبيره ديال البصله. غادي ندير ليها شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت نباتيه على حسب اللي بغيتو. ممكن ديروا حتى الزبده. كذلك غادي ندير شويه ديال الملحه والابزار، وغادي نوضع هاد البصل فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك حتى كتحمر. ملي كتحمر البصله غادي نحيدها من فوق النار ونديرها في اناء اخر، نحطها على جنب باش غادي نوجد الفلفله. غادي نشحر كل مكون بوحدو. هنا درت فلافل ملونه، وغادي ندير حتى هي رشه ديال الملحه والابزار وشويه ديال الزيت، وغادي نشحرهم بنفس الطريقه كيف ما درت البصله. كل مكون غادي نشحروه بوحدو، كيجي المذاق ديال الحشوه افضل وكيجي بنين بزاف. ملي شحرت الفلفله غادي نديرها حتى هي في اناء اخر ونحطها على جنب. وغادي ندير الصوصيص. هنا درت اختاريت ندير الصوصيص ديال البقري. ممكن ديروا قطع ديال الدجاج ولا داند او الكفته عادي، ولا ديروا الطون. بالنسبه للصوصيص ما احتاجيتش نضيف حتى شي مكون اخر، لا زيت لا توابل، لانه هو فيه كميه ديال الماده الدهنيه وكذلك فيه التوابل. شحرته غير هكذاك في مقيله سخونه وحطيته على جنب. العجين ملي كيختمر غادي نحيدو داك الهواء اللي كيتشكل بالخميره، ومن بعد غادي نقسمو الكميه اللي عندنا 4 ديال القطع. غادي نقرصهم ونحطهم على جنب فوق سطح العمل اللي يكون مرشوش بالدقيق باش ما كيلتصقش. ملي غادي نقرص هاد العجين غادي نغطيها ببلاستيك ونخليها كترتاح لمده تقريبا ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، غير باش ملي نطلقوها كتعطينا الطعم. صافي. انا ملي دازت داك المده غادي نبدا كنشكلهم. كناخذ العجين ودائما كنستعمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نطلقها بالدلاك بشكل اللي يكون طولي. العجين كنطلقوه رقيق شويه، ما تخليوهش غليظ. دائما العجين ديال المملحات يكون السمك ديالها رقيق، خصوصا العجين القطني. من بعد غادي ناخذ السكين وغادي نبدا كندير شرائح من الجوانب او شرائط بحال هذا الشكل هذا. ماشي مهم القياس ديالهم. صافي غادي ندير من الجهتين.
غادي نحتاجو للجبن، فهذه مرحلة اختيارية، إما ديروا جبن موتزاريلا ولا جبن أحمر. غادي ندير غير واحد الكمية على الجنب ديال هاداك الشرائط، وغادي ندهن شوية بالماء حدا الجبن، باش ملي غادي نلف هادوك الأشرطة غادي تلصق العجينة وما تبقاش كتفسخ. صافي وغادي نبدا كنسد على الفرماج. ماشي ضروري يعني الفرماج ما يبقاش يبان، فعادي يعني ملي كطيب هاد الفطائر في الفران كتزيد كتنفخ واحد شوية، وهي اللي ما كتخليش الفرماج يخرج لينا ولا يسيح. صافي غادي نبقى كنسد على داك الجبن بهاد الشكل هذا. غادي نجمع داك الأطراف، صافي في هاد المرحلة هادي غادي نهزها ونحطها في اللاطا، عاد غادي نكمل ليها وضع الحشوة. غادي نحتاجو صلصة ديال الطماطم، أي صلصة، إما تاخدوها جاهزة ولا تحضروها في البيت، أنا خديتها واجدة. غادي ندهن طبقات ديال صلصة الطماطم، وغادي ندير الحشوة اللي هي البصل، الفلافل الألوان والسوسيس. في هاد المرحلة هادي إلا مبغيتوش ديروا سوسيس ممكن ديروا الثوم، يعني حتى كتوضعوا الفلفلة والبصلة عاد كديروا فيهم، ديروا فوق منهم شوية ديال الثوم. صافي أنا غادي نوزع الكمية ديال السوسيس. انا الحشوه قسمتها لربعه ديال القطع، لان العجينه حتى هي قسمتها لربعه القطع باش كيجيوني بنفس القياس، وكذلك تكون الحشوه متساويه فيهم كاملين. ملي درت الحشوه درت هاد الجبن ديال الساندويتش وكذلك رشه ديال الجبن الموتزاريلا، وغادي ندهن الجوانب بالصلصه. في هاد المرحله هادي كتبقى اختياريه، بغيتو دهنوا الجوانب بالبيض فغادي تضربوا واحد البيضه، ودهنوا الجناب. بغيتوش تستعملوا البيض فغادي دهنوا بالصلصه ديال الطماطم. غادي في هاد الاثناء كنكون مسخنه الفران، وكيطيبوا في نار اللي كتكون مهيله. في الاول كتكون النار من الاسفل حتى كيتحمروا لينا هاد الفطائر من التحت، عاد غادي نشعل عليهم النار من الاعلى باش كيكملوا الطياب ديالهم. وقبل ما ندخلهم الفران فدرت واحد الرشه ديال الاعشاب المنسمه، كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان بحال هذا الشكل هذا، كيجي شكلهم رائع وكيشهي. والعجين كيجي قطني وخفيف بزاف. وبالنسبه للطارت ديال التفاح فغادي نبدا بتحضير الكريمه هي الاولى. في كاسرونه درت 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال مستحضر كريم باتيسير. من الافضل يكونوا عامرين مزيان هاد المعالق، لان انا جاتني الكريمه ناقصه شويه او خفيفه شويه، كان مازال خصها شويه ديال الكريم باتيسير. زدت واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلط جيدا هاد النواشف، وغادي ندير عليهم حبه ديال البيض اللي تكون صغيره. نخلط جيدا حتى كيتخلط ليا داك البيض مع النواشف، وغادي نزيد عليهم 2 كيسان ديال الحليب البارد، القياس بكاس ديال العنبه. انا غادي نحضر طاقت اللي هي متوسطه، ماشي غادي تكون كبيره، لذلك درت هاد الكميه ديال الحليب. غادي ندير هاد الكاسرون فوق النار من بعد ما خلطتها مزيان مع البيض والنشا، عاد كنديروها فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر. ملي كنديروا الكريمه فوق النار ضروري نبقاو كنحركوها، لان فيها البيض وفيها الكريم باتيسير كتلصق في الكاسرون. ملي كتعقد الكريمه غادي نضيف عليها مباشره واحد المعلقه كبيره ديال البخاليني، ممكن نديروا حتى ل2 معالق. وايضا ممكن تستغناو على البخاليني ديروها غير بالنكهه ديال الفاني، تخليوها هكذاك طبيعيه. غادي نزيد ايضا معلقه صغيره ديال الزبده، فالزبده ضروريه بالنسبه للكريم باتيسير باش ملي كطيب كتبقى كريميه. غادي نخلط جيدا هاد المكونات حتى كيذوبوا وينسجموا مع باقي او مع الكريمه، وكنحصلوا على كريمه بذوق البخاليني بهذا الشكل هذا. غير هو من الافضل زيدوا شويه ديال بودره الكريم باتيسير باش تجيكم معقده على هذه، لاني ملي زدت البخاليني بحال اللي خففت واحد شويه. صافي غادي نفرغ هاد الكريمه فوق طبق اخر باش هكذا كتبرد بسرعه، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها في الثلاجه حتى كتبرد تماما. ملي كتبرد الكريمه غادي نبدا كنطلق العجين. هنا استعملت العجين اللي كنت حضرت معكم قبل رمضان، غادي نخلي لكم رابط الوصفه. خديت واحد الجزء وغادي نطلقوا ما بين 2 بلاستيكات، طبعا كنخرجوا من المجمد نخليه يطلق غير واحد شويه كيبقى العجين بارد، وغادي نطلقها على حساب القياس ديال المول هنا عندي، او غادي نستعمل هذا القالب اللي مستطيل. صافي غادي نطلقها بنفس القياس تكون حتى هي مستطيله. نهز هاد العجينه بالبلاستيك اللي طلقت فيها ونوضعها في القالب، كنلبس القالب بالعجين بهذا الشكل هذا. وكيف العاده فاذا كانت شي بلاصه يعني تقطعت فيها العجينه ولا ما وصلش ليها، كناخذوا العجين من المكان اللي زائد
كنقطعوها وكنسوديو بها داك الأماكن اللي ناقصة فيها العجينة. غادي نستمر بحال هكذا، كنلبّس العجين وكنضغطو جيدًا على الجوانب، وغادي نحيد هاد الزائد. بالنسبة ليا أنا في هاد الطرط فما بقاش عندي عجينة زايدة، يعني العجينة كلها إما سديت بها هاديك الأماكن اللي هي مقطّع فيها العجينة. صافي ملي كنسالي وغادي نثقّب العجين بالفورشيط وغادي نرجع هاد القالب للمجمد غير باش تبرد العجينة مزيان. من بعد كنخرج الكريمة من الثلاجة حتى هي خصها تكون باردة مزيان، وغادي نملأها في هاد القالب أو في العجين. فالعجينة ديال الطاغط أو العجين المكسّر ملي كنلبسوه في القالب كنعاودو نرجعوه للمجمد يبرد، عاد كنديرو الحشوة. صافي ملي درت الكريمة غادي نبدا كنوزع قطع ديال التفاح، أنا قشرتهم وعصرت عليهم شوية ديال الحامض باش يبقاو محافظين على اللون ديالهم، وغادي نستفهم فوق طبقة ديال الكريمة. هاد الطبقة ديال التفاح طبعًا ممكن تعوضوها بالخوخ ولا تعوضوها بالمشماش أو بأي فاكهة كتبغيو. صافي وغادي ندخلها للفران يكون ساخن من قبل، كطيب على نار مهيلة من الأسفل حتى كتحمر لينا شوية من الجناب، عاد كنشعلو ليها النار واحد شوية من الأعلى باش كياخد التفاح داك اللون شوية يكون محمر. صافي وكنخرجها، ملي كنخرجوها من الفران كنخليوها تبرد شوية، عاد كنحيدوها من القالب ديالها ونديروها في طبق ديال التقديم، ندهنوها بشوية ديال الناباج وزينتها باللوز كونكاسي من الجوانب ونخليوها في الثلاجة تبرد مزيان، عاد كنقدموها. هنا غادي نقترح عليكم مشروب ديال الليموناده الطبيعي، غادي نحضروه بالحامض وكذلك البرتقال. هنا خديت حامضة تكون كبيرة شوية وغادي نحيد ليها القشرة، كنحيدو غير القشرة اللي كتكون الخارجية. غادي نديرها في كاسرولة ونزيد عليها كاس ديال الماء، استعملت هاد الكيسان هادو يعني استعملت كاس ديال الماء، وغادي نديرها فوق نار لمدة تقريبا ديال 3 دقائق غير تغلي واحد شوية، وغادي نحيد هاد القشرة مع داك الماء نديرهم في زلافة ونخليوهم كيبردوا يعني حتى يبردوا مزيان. بالنسبة لداك الحامضة غادي نقشرها بهاد الطريقة هادي باش كنحيدو داك القشرة البيضاء. بالنسبة لهاد المشروب فهو تقريبا كيعطينا لتر أو أكثر بقليل. صافي غادي نقشرها مزيان، من بعد غادي نقطعها ونحيد ليها داك العظام، ضروري نحيدو العظام لأنه هو اللي كيعطي المرورة للعصير. ولا بغيتو كمية أكثر فغادي تضاعفوا المقادير. بالنسبة لي أنا استعملت حامضة وزدت معاها واحد البرتقالة فقط باش تعطيني لون، داك اللون هكا كيجي برتقالي خفيف. ممكن تستغناو على البرتقال. نفس الشيء قشرت البرتقالة بنفس الطريقة وحيدت ليها العظام وغادي نزيد ليها داك ورقة النعناع وغادي نضيف هذا المكون اللي هو زنجبيل طري، خديت منه غير واحد شوية تقريبا قد درس ديال الثومة هكذا القياس، إما تحكوها ولا تقطعوها طريفات صغار. صافي هنا ملي كيبرد لينا داك الماء ديال اللي غلينا فيه القشره ديال الحامض غادي نبدا نطحن العصير ديالي. درت هاد المكونات في اما في الخلاط الكهربائي ولا الكاس اللي غادي تطحنوا فيه، وغادي نزيد عليهم داك الماء مع القشره ديال الحامض، وغادي نزيد 3 د الكيسان ديال الماء. بالنسبه للكيسان ديال الماء نفسه يعني القياس ديال الكاس اللي عبرت به في الاول، وغادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده كنعبرو بنفس الكاس. صافي وغادي نطحن هاد المكونات مزيان. بالنسبه لداك نص كاس ديال السكر فالعصير ما كيجيش حلو بزاف، كتبقى فيه داك الحموضه ديال الحامض كيجي قياسها هي هذيك. صافي كنطحنو مزيان باش هكذا ديك النكهات كلها كتطلق. وغادي نصفيوه في الصفايه اللي تكون العيون ديالها رقيقه بزاف باش ما كدوز لينا حتى شي حاجه، كيبقى مشروب اللي هو صافي. هكذا كنحصلوا على عصير او مشروب ليموناده. بالنسبة لهذا المشروب أيضًا ممكن تعتمدوه أساس، يعني تزيدوا عليه فواكه وحدة أخرى، آآ ولا تقدموه غير هكذا كيجي منعش ولذيذ بزاف. صافي غادي نخليه في الثلاجة يزيد يبرد، عاد غادي نقدموه. بالنسبة للسلطة اللي حضرت اليوم فكانت سلطة اللي سهلة وكذلك منعشة. هنا خديت الخس كنغسلوه طبعًا مزيان وكنقطعوه طريفات، وخديت البرتقال حتى هو قشرته مزيان، كنقشروه كنحيدو داك القشرة البيضا وكلشي ونحيدو العظام ونقطعوه طريفات. درتهم فوق الخس وغادي نزيد معاهم الافوكا اللي عصرت عليها حتى هي شويه د الليمون باش ما تكحلش،
وغادي نضيف شويه ديال الزبيب من بعد ما رطبته بالماء. فبالنسبه للافوكا فهي اختياريه، ممكن تعوضوها اما بالتفاح ولا بالخوخ معلب او الاناناس على حسب اللي متوفر. كذلك ممكن تزيدوا هاد الفواكه اخرى بالاضافه للافوكا. كذلك ممكن ديروا حتى البربه مسلوقه، وزيت واحد شويه ديال الكركاع او الجوز باش يعطيني التقرميشه. بالنسبه للصلصه هنا خديت عصير ديال نصف برتقاله، وزيت معها واحد شويه ديال المزهر ومعلقه كبيره ديال العسل، هي اللي غادي نسقي بها هاد الشلاطه. صافي، وغادي نحطها في الثلاجه باش تبرد مزيان وتشرب ليا داك لاصوص اللي درنا، وكنقدموها. كتجي شلاطه خفيفه يعني ديال ديال رمضان ولا ديال الصيف. بالنسبه للزبيب فهو ضروري حيت كيعطينا التعليكه، والكركاع كيعطي التقرميشه، يعني حتى هو كيبقى اختياري. صافي، وكانوا هادو هما الاطباق ديال اليوم او الاقتراحات ديال اليوم. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساوش لايك باش هكا يوصل الفيديو لاكبر عدد ديال المشاهدين. خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.